تعالي بقى اقولك على اهم سر يخلي الفراخ بتاعتك لونها حلو قوي كده ومقرمشه، واسمعي الخرفشه. تعالي بقى اقولك نعمل ايه. اول حاجه هنحط طبق التوابل الحلو ده قوي في قلب الطبق الكبير، وننزل عليه بميه مغليه، اهم حاجه تكون الميه مغليه، ونقلبها كويس جدا لحد ما ندوب كل التوابل. وهنزل بكل كميه الفراخ بتاعتي. انا عامله فرختين متقطعين اربع، وعامله زي ما انتم شايفين فيها الخطوط دي. نسيبها على جنب مش اقل من 3 ساعات، ويفضل قبلها بليله. وجبت طبق بقى مليان شويه دقيق، وحطيت عليه نشا وبيكنج باودر ونفس التوابل اللي استخدمتها في تتبيله الفراخ حطيتها على الدقيق. وخدت من كمية الدقيق نزلت عليهم ببيضتين، وجبت شوية مية، مش لازم تكون سخنة، مية عادية، وفضلت اقلب وانا بخف الدقيق بالمية لحد ما اداني خليط ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي. ونزلت كل كمية الفراخ بعد ما شلتها من المحلول اللي انا كنت حطاها فيه، حطيتها كلها في قلب الخليط اللي انتوا شايفينه. وابتديت اخد كل قطعه من الفراخ احطها في الدقيق اللي انا متبلاه، وما بضغطش على الدقيق وانا بحطه على الفراخ. وحطيتها كده حوالي 3-4 مرات زي ما انتم شايفين، وابتديت انفض كل الدقيق الزياده. واول ما تشوفوا التجاعيد دي يبقى كده تمام. وهاخد كل كميه الفراخ بعد ما احطها في الدقيق احطها على الصينيه اللي انا مجهزاها، وقبل ما تحطوها على الصينيه ابتدوا رشوا دقيق عليها الاول. وهنا بقى كنت مجهزه كل حاجه حواليا عشان ابتدي اقلي. اول حاجه الزيت يكون درجه حرارته عاليه، واول ما تحطي فيه الفراخ هدي النار وخليها على ميديوم عشان تدي الفراخ فرصه ان هي تستوي من جوه، وما تقلبيش كتير. اول ما تاخد من لون من جنب تقلبيها على الناحيه اللي بعدها. واهم خطوه يا جماعه، لازم تطلعوا الفراخ بعد ما تتقلي على مصفى، اوعوا تطلعوها على مناديل مطبخ عشان ما تدخلوش رطوبه جوه الفراخ وتخلوها تطرى وتبقى صاجي، مش هيبقى طعمها حلو. وبس كده يا جماعه، وبالف هنا والشفا. ما تنسوش اللايك والشير، ويلا باي باي.